ازيكم يا هلاوية عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. اخيرا خدنا ال 12. اخيرا الحمد لله خدنا ال 12. اخيرا خضعت. بس هنبدأ اول حلقاتنا بايه؟ بالفيديو الشهير بتاع طبعا يا شباب. دي حفلة صغيرة كده. انا مش عارف اقول لكم انا فرحان قد ايه. فوز الاهلي بجد فرحة هستيرية، فرحة هستيرية. وطبعا من احسن الحاجات اللي انا شفتها برضو النهارده كانت التيفو. التيفو مش احسن حاجة، بس ان تيفو يتعمل في استاد القاهرة اصلا ده في حالته حاجة جميلة اصلا. هو متحصلش يا جماعة. استاد القاهرة انا بحسه والله يعني مقتل للجماهير مش فرحته. يعني انا عن نفسي لو عايز اتفرج على ماتش الاهلي بجد مش هروح استاد القاهره اتفرج عليه، عشان ما بحس ان التشجيع مفيش تشجيع. بس مبروك لجماهير الاهلي اللي راحت، مبروك لجماهير الاهلي. هي بجد كانت حلوه قوي النهارده، وشفناها بالذات في موقف محمد رمضان لما كله وقف وعمل حركه حنظله وحركه الانصار بتاعت فلسطين. بجد يا جماعه الموضوع ده فرحني قوي. الموضوع ده وراني فعلا ان لسه جماهير الاهلي بجد مع القضيه مش اي كلام. بجد ربنا يوفق اخواتنا الفلسطينيين ويبعد عنهم كل شر، ويبعد عنهم كل واطي وخسيس، ويرحم الناس اللي توفوا في قصف رفح. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل، مش هقول كل ظالم ومفتري. بس يا جماعه يا جدعان النهارده عايز اتكلم عن التشكيله. اول حاجه اللي بدا بيها جدي مارسيل كولر، بدا طبعا باحسن حارس في القاره. انا شايفه احسن حارس في القاره الايام اللي فاتت دي مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عنده رقم ايجابي. مصطفى شوبير لعب السنه دي تقريبا 13 ماتش اساسي ما دخلش فيه ولا جول. الحارس الوحيد اللي في التاريخ اللي خد البطوله من غير ما يدخل فيه ولا جول. بجد رقم مهم جدا لمصطفى شوبير. حاجه اسطوريه للاهلي وحاجه اسطوريه الحارس اللي عنده 24 سنه لسه في بدايه عمره، وحارس منتخب مصر القادم. وانا بقول لكم ده هيقعد لحد مثلا 36 سنه بيلعب لو فضل على المستوى ده. باك رايت محمد هاني، انا ده اكتر واحد ممكن لو كنت خايف منه بعد اللي انا اقول اسمه ده. والقائد اللي اول مره احس بجد ان هو قائد كان النهارده في الملعب، وماتش الترجي اللي فات اللي كان في فرادس، رامي ربيعه. يا جدعان رامي ربيعه النهارده بعيدا عن الجون اللي جابه، رامي ربيعه النهارده كميه الجرينتا، كميه الروح، وكميه البساطه اللي بيعملها ما فيهاش غلطه ومفيش تدخل غلط فيه النهارده. لا انا برفع القبعه لرامي ربيعه اقول له انت فوقت فوق توقعاتنا بمراحل كجمهور الاهلي. الحمد لله ان الجمهور الاهلي كان في ظهره من اول يوم. هو خلاص انت اللي هتلعب، فاحنا في ظهرك، انك احسن مدافع وانت اللي هتشيل. ولعب بجنبه محمد عبد المنعم. كلمه اشاده لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يا جماعه من لعيب صغير جاي قطع عرضه من فيوتشر مع منتخب مصر لدلوقتي واحد من احسن مدافعين افريقيا. لا مش كده، هو احسن مدافع في افريقيا. محمد عبد المنعم دلوقتي احسن مدافع في افريقيا. ماشي بيجيله تذبذبات وثقه زياده، بس يا جماعه افتكروا ان ده صغير. المفروض دي شغل المدرب ان هو يعرف يتعامل مع آلية اللعيبه الصغيره. وانا شايف كده الفتره الاخيره. انا شايف محمد عبد المنعم كولر عارف يحجب عبد المنعم بدماغه. عارف اللي هو بص انت جامد وكل حاجه، بس لا انا مديك ادوار انت هتعملها ما تعملش غيرها. فبجد بجد شابوه لمحمد عبد المنعم، احسن مدافع في افريقيا السنه دي. والباك ليفت النهارده اللي انا ما كنتش محبذ ان هو يبدا، كنت حابذ ان هو كوكا او كريم الدبيسي اللي يبدا، بس ابهرني النهارده هو كريم فؤاد. يا جماعه كريم فؤاد، السنه دي انا ما شفتلوش ماتش وحش صراحه. يعني هو في الاول،
مارسيل كولر لعب بيه وينج. والله يا جدعان وينج كان بيجيب جوان اكتر من وينجات عندنا دلوقتي، وفعلا فرق معانا في ماتشات كتير. جاله صليبي، رجع قعد على الدكه، بدأ مارسيل كولر يديله دقايق جوه الماتش، فجأة هوب ما بيلعبش، فجأة هوب انزل في ماتش في تونس العب باك ليفت مكان علي معلول، وده مش مكانك اصلا، وأدى اللي عليه. الفكرة ان هو أدى اللي عليه. وهنا في مصر جه لعب بدأ من أول الماتش. دور دفاعي كريم فؤاد مش طبيعي. وعلى فكرة النهارده كريم فؤاد كان بيحاول يعمل زيادات هجومية، بس الفكرة اللي كان بيتأخر عشان هو بيحاول يعدل على يمينه، فدي مش غلطة كريم فؤاد، دي حاجة مش بتاعتنا، حاجة مش بتاعته فعلا. فبجد شابوه كريم فؤاد، وشابوه على التاكل الاخير اللي عمله وطلع الكرة من قدام مهاجم الترجي. يا جماعه لا، ده لو واحد فعلا مش واثق في نفسه والله ولا كان خد الكرة ولا حاجه، ده كان شال المدافع، شال المهاجم، ضربة جزاء، ولبست ضربة جزاء في وقت صعب، كانت دقيقة تقريبا 88. هو انت خلاص انت لبست، خسرت البطولة. بجد شابوه لكريم فؤاد. نص الملعب بقى بدأ بأحسن فعلا لاعب في الماتش، أو أحسن لعيب في الماتشين، وهو أكرم توفيق. يا جماعة أكرم توفيق امبارح، عشان الناس اللي هتقول لي ده كان بيعمل عرضيات غلط، معظم الباصات اللي بيبصها غلط، إن دور أكرم توفيق النهارده كان تعطيل الهجمات بإنذار، بدون إنذار، بخبط، بحرفنة، بتاكل. ده كان دور أكرم توفيق وعمله 200%، مش 100% بس. اكرم توفيق يستحق يبقى مان اوف ذا ماتش في الماتشين بامانه. انا مش شايف ان اكرم توفيق عمل حاجه غلط، ماشي عمل له عرضيتين غلط، بس ده مش دور اكرم توفيق في وجهه نظري خالص. اكرم توفيق النهارده احسن لعيب عندك بالادوار اللي هو مديها كله، ولعب كمان الاثنين في نص الملعب، لعب بامام عاشور ومروان عطيه. يعني امام عاشور النهارده عارف، انا حسيت ان اللعب كله ملعوب على امام عاشور. فكره ان هو بيفتح وينج ليفت مكان الشحات دي، مش عايز اقول لكم يا جدعان كانت مشكله خطر قد ايه. كوره شاطها وجت في العارضه، كوره حاول فيها واداها لوسام، وسام جت في العارضه طلعت، وكوره تاني حاول يشوطها من على اليمين جت في الشبكه من بره. لا يا جدعان امام عاشور النهارده بجد يعني من اكتر الركائز اللي في الفرقه اللي ما ينفعش تطلع من الملعب، هو امام عاشور منه. الراجل الكريتيف، الراجل البسيط، الراجل الشويط، الراجل اللي بيلعب بدماغه. اهم حاجه يكون بيلعب بدماغه. هو امام عاشور عرف بجد يسيستم دماغه صح في الكوره، بالذات مع الاهلي. وثلاثه في الهجوم، وينج رايت. بجد انا لحد دلوقتي عندي تساؤلات كتير على مستواه. ده مش بيرسي تاو اللي جالنا في الاول، ده مش بيرسي تاو بتاع السنه اللي فاتت خالص. بجد يا جدعان بيرسي تاو مش عارف ايه اللي حصل له، مستواه واقع، مبقاش حتى عارف يعمل دريبل، ولا حد عارف يرقص، ولا حتى عارف يشوط، ما بقاش عارف يعمل اي حاجه غير ان هو بيرجع يدافع مع هاني بس كده. ده كان دوره في الماتشين، بيرجع مع هاني بس، بيأخر الهجمه، ما بيرفعش عرضيه، يجي يرقص تتقطع منه. فلا بيرسي تاو علامه استفهام كبيره قوي السنه دي، الموسم ده علامه استفهام كبيره قوي. واسامه ابو علي في الهجوم، بس يا جدعان اسامه ابو علي النهارده ما جاتلوش غير فرصه واحده وجابها في العارضه. اسامه ابو علي النهارده اتفرجوا له على حركاته يا جدعان، ده مهاجم سوبر، هو اللي بيخلق لنفسه المساحه، ما يستناش حد، بيخلق لنفسه مساحه. لما تلاقي مثلا هو السنه اتقطعت منه، ده مش ذكاء من اللي لعبها، ده ذكاء من وسام، هو اتحرك كده، هو تحرك وسام اللي بيعمل هجمه. بس هو النهارده ما وصلوش غير كوره وجابها في العارضه، انلاكي. النهارده كان اسامه ابو علي انلاكي. ويونج ليفت سير الشحات يا جماعه النهارده كان كفيل يخسرنا. سير الشحات النهارده والله لولا ستر ربنا كنا هنخسر بسببه. سير الشحات النهارده الكره الاوفسايد بتاع الكهرباء كان المفروض يباصي قبلها ب3 ثواني قبل ما كهرباء يروح في الاوفسايد، والكوره اللي قاعد يلف
يلف يلف من الليفت لحد ما راح للرايت وهو جوه ال 18، في الاخر اتقطعت منه جت هجمه علينا. ده غير البساط الغلط، غير الدريبل الغلط، غير المرقصه الغلط. لا لا، حسين الشحات علامه استفهام كبيره جدا 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 الماتش اللي فات. طبعا مش هتكلم عن الناس اللي نزلت من على الدكه عشان حرفيا احنا ما لحقناش نشوفهم. يعني قفشه نزل مسك الملعب شويه، ياسر ابراهيم ما لحقناش حرفيا نشوفه. انا لو ما كنتش بتفرج على الماتش مثلا، ما كنتش بتابعه قوي، مش هفتكر ان ياسر نزل اصلا. لكن ديانج اول ما نزل انا حسيت بالامان. اول ما اليو ديانج نزل انا حسيت بالامان، قلت خلاص يا جماعه دي البطوله بتاعتنا. ديانج احسن واحد عندك يعرف ياخد لك كوره من الدفاع يجري بيها ستريت لحد ما يوصل للجول. مش مهاري بس سريع جدا وقوي بدنيا جدا، يقدر يكفك لك الملعب كله في جاريه واحده طوالي اهو، مش يمين ولا شمال، لا هو ستريت. فانا اطمنت ان دفاع الترجي كان متقدم. على فكره الترجي اكتر فرقه بيجي فيها جول من هجمات المرتده، عشان كده انا فرحت لما ديانج نزل. فكده انت عندك ديانج وقفشه وسام ابو علي، ده طبعا بعد ما سام ابو علي طلع ونزل مكانه كهربا. انت عندك ديانج وقفشه وكهربا، انت اتنين صراع فشخ، الاتنين ديانج وكهربا صراع فشخ. فبجد مبروك للاهلي، وانا مبسوط باللي وصل له السكواد السنه دي. الحمد لله مبروك، وان شاء الله مستنيين ال 13 باذن الله السنه الجايه. كان في لقطه امام عاشور النهارده وهو بيستلم الكاس، الرقصه بتاعته دي يا جماعه، الرقصه دي مش طبيعيه. لا 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 يا جدعان، الولد ده مستفز استفزاز مش ليا بس، انا بفكر كده كزملكاوي او كترجي يا جدعان، مستفز استفزاز مش طبيعي والله ما طبيعي. طبعا في لقطه برضو عجبتني جدا من الاهلي، شابوه ممر الشرفي، وان هم طالعين يستلموا الميداليات ما نسيوش لعيبه الترجي وراحوا سلموا عليهم واحد واحد. فبجد شابوه لعيبه الاهلي بجد على الاحترام، وشابوه لعيبه الترجي. هارد لك للعيبه الترجي اللي لعبت ماتش بجد حلو، كانت قريبه من الفوز. هارد لك ليكوا، فرقه محترمه، فرقه مش قلت لها، فرقه محترمه جدا اخلاقيا وفي الملعب. وشابوه للجمهور في حاجه، الترجي بعد ما استلم الميداليات ودخل على اللوكر روم الجماهير سقفت له. انا ما شفتش قبل كده مثلا جمهور ممكن يكون عمل كده غير قليل. فبجد شابوه جمهور الاهلي، برافو جمهور الاهلي، بقيتوا بجد انكم محترمين واخلاق، وان الكوره والحب الكوري ده في الملعب بس مش بره الملعب. اللي لاعب حلو يتقال له برافو، اللي لاعب وحش يتقال له هارد لك ونسقف له. هي دي الروح اللي لازم تبقى عند جماهيرنا في مصر كلها، سواء اهلي زمالك اسماعيلي سموحه الاتحاد المصري، اي حد لازم يبقى فيه الروح الرياضيه. مش معناه ان انا اشجعك في بطوله، لا انت خسرت اقول لك هارد لك، انت كسبت لي تقول لي هارد لك. ما نقعدش نشتم بعض، ما نقعدش نهزق بعض. انا عارف ان دي من حلاوه الكوره، بس ما يبقاش فيها قله ادب. اهم حاجه ما يكونش فيها قله ادب. يعني انا مثلا في لعيبه من الزمالك هنيت الاهلي بالدوري الابطال، شكرا ليكم. ولاعيبه من الاهلي وجماهير من الاهلي كتير زي جماهير الزمالك باركت لجماهير الزمالك ولاعيبه الزمالك بالكونفدراليه، برافو. هي دي الروح اللي احنا عايزينها، هي دي الروح اللي لازم تكون من الجمهوريه يا جماعه. هي دي لازم الروح تكون ما بين جماهير مصر كلها عموما. شفتوا يا جماعه النهارده الاستاد وهو مملي على اخره يا جماعه، المنظر فظيع يا جدعان. انا كنتش متخيل، ما كنتش متخيل ايه الجمال ده بجد. انا كنت مبهور يا جماعه. لازم نبدا نحترم بعض ونبطل شغب، عشان تخيلوا كده يا جدعان كل ماتشاتنا يبقى فول هاوس، فول كابستي من الجماهير. هو ده اللي احنا عايزينه، الكرة للجماهير. فاحنا عايزين يا جماعه نفضل كده، نفضل ما نعملش شغب، ما نعملش اي حاجه، عشان نقدر نروح ماتشاتنا ونفرح بفريقنا، الجمهور التاني يفرح بفريقه، كسبان خسران مش مهم، بس يبقى الملعب مملي. حس فعلا ان الجماهير يا رجعنا زمان من قبل
مجزرة بورسعيد، والله يرحم ال 74 شهيد يا رب، وال 20 شهيد، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويحتسبهم عنده شهداء، اللهم امين يا رب. ويا جماعة لقطة كريم الدبيس وهو بيرقص في في غرف الملابس بأغنية بسبسة بسبسة حساسة أماسة بسبسة الله الله الله. مش طبيعية بجد. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير الأهلي، هارد لك لجماهير الترجي ولاعيبة الترجي، وإن شاء الله تبقى فتحة خير علينا، إن شاء الله ناخد الدوري وناخد السوبر من الزمالك إن شاء الله. أهم بطولة كولر، سوبر من الزمالك. سوبر من الزمالك مهمة جدا. بس يا شباب أحب أقول لكل جمهور الأهلي ألف ألف مبروك. بس